وأول مكان إذا أردنا أن نثبت بسرعة عشان ما تقفل الأنوار 7 أقولها. إذا أردنا أن نثبت أنا ومن معي من رجال ونساء فلا بد أن نعلم أن الصف الأول هو أقوى المثبتات بالنسبة للرجال، وأن المرأة إذا أرادت أن تثبت فعليها أن تتوضأ قبل الأذان ب5 أو ب10 وتدخل مصلاها قبل أن يؤذن وترد وتصلي صلاة مودع، هنا ستثبت. أما أن نصلي كيف كان وكيف صار، ويوم نصلي العصر منا ومناك، ويوم نصلي الفجر ويوم لا، فالقضية تحتاج إلينا. إذن أول شيء للثبات للرجال في الصف الأول وللنساء قبل الأذان ب10 أو 5 تكون قد دخلت مصلاها. الثاني أن ربي لما شرع عبادته أمرني باحترام أمي وأبي، فقال ربي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فعيب علي ثم عيب، وعيب وبعد العيب عيب أن آتي للصف الأول ثم أرد على أمي أو أرد على أبي، وأنتم عندكم أمهات وأنا أمي ماتت الله يرحمها. لا أقولها لكم من هنا عشت مع أمي 54 سنة، شيل 10 سنين 44 سنة ما قلت لها لا، ويجب ألا تقول لأمك لا. عشت مع أمي ولم أجادلها مرة. هناك من يقول أن ضعيف قدام أمك تسوي بك اللي تبي. عظيم أن أكون ضعيفا أمام أمي، عظيم أن أكون تحت رجليها، فإن مقداري عند أمي جزمتها، مقداري عند أمي ليس رجلها، جزمتها. جاني شاب يا شيخي قال لي أنا أرد على أمي وأبكي، ثم أبكي وأتباكى، أبي توب. قلت له تبي تتوب؟ قال نعم. قلت له إذا أنت بديت تتكلم مع أمك لا تنظر إليها، لأنك من تبكف أن تنظر إليها، فإن النظر عين الأم تحط عينها بعينك وأنت تكلمها معصية، لازم تطأطئ. لكن أنت يجب أن تبحث عن جزمتها وتناظرها، هي قدرك، لأن رجلها فيها الجنة فأنت لست كفءا لها. انظر إلى جزمة أمك وتتكلم، دورها اللي فيه الجزمة انظر لها. أتعجب من شباب يحفظ القرآن ثم يرد على أمه كأنها شغالة. أتعجب من شباب يحفظ القرآن ثم يمه جيبوا الرز فوق، يمه يا أخي ليش تأخرتي؟ إيش هذا يا يما أنتم ما تسمعون؟ أي هوس. بعدين أثبت، لن أثبت وأنا مع أمي هكذا. قلت لهذا الشاب ابحث عن جزمة أمك وناظرها. كلمني بعد شهر يقول يا دكتور ما رفعت صوتي على أمي جزاك الله خير، كل ما جيت أبحث عن أمي أخاطب أمي سواء هي مخطئة ولا أنا مخطئ، أبحث عن جزمتها وأنظر إليها. وأنصحكم نصيحة يا أخوات، اللي عنده أمه يا أخواتي أنتم ويبي يبوس الجنة ويبي يشعر إنه ملك الدنيا وما فيها، الليلة يقبل رجل أمه باطن وظهر، والله وتالله وبالله سينزل عليكم سكينة ما شعدتوها، جربوها فستجدوها، اخذوها مني وادعوا لي. أنتم عندكم أم وأنا ما عندي.